بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله كده جايين نتكلم تمام على مثال اهو. مثال رقم 8. تمام كده. فيزياء الباب الاول عاملين ايه بقى؟ مراجعات وحل ومعتبر انك عندك مشاكل، عندك ظروف. بص، جاي مش فاهم فيزياء، متعارك مع المستر بتاعك، كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. تمام. دلوقتي انا مش بكلم طالب في تالتة ثانوي، بكلم واحد في الشارع. دلوقتي بجيب واحد من الشارع وبفهمه ايه؟ بفهمه فيزياء، مش كيمياء بقى ولا فيزياء احنا بنشرحها دي. احنا ده ايه؟ شوية ايه؟ لعب عيال. سؤالنا الجميل بيقول لي لديك ايه؟ مجموعة من المقاومات الكهربية قيمة كل منها 6 اوم. تمام يا عم، على كلامك ده على عيني وراسي، لازم التزم بيه. انا بكلم واحد في الشارع دلوقتي، ما بكلمش حد طالب، ما بكلمش حد فاهم، بكلم واحد ما بيفهمش. ابدا انا افهمه. السؤال هو ايه بقى؟ السؤال بتاعه هو بيسألني في ايه؟ ما عدد هذه المقاومات. تمام. ده رقم واحد، بعوز عدد وكيفية ايه وكيفية وايه وكيف وصلت معا بين النقطتين. عندي كان في نقطة هنا ونقطة هنا، هبدأ ارسم لكم ايه النقطة، هي اكس واي. تمام. كانت هنا فاضية. تمام. لكي يمر في الدائرة تيار شدته 1.5 ايه امبير، هو اللي قايل لي. واروح بقى ارسم له رسمة على الزوم كده، ادي كده ايه كده قطب موجب. تمام. وبعد كده قطب ايه؟ قطب سالب. اوكي كده. وعندي هنا ايه؟ مقاومة. تمام. وعندي هنا بقى ايه؟ ابدأ ايه؟ النقطة اللي هنا ديت اسمها واي. تمام. والنقطة اللي هنا ديت اسمها ايه؟ اسمها اكس. تمام كده يا رجالة، واخدين بالكم من اللي انا بقوله ده؟ تعال نرجع للسؤال هنا. تمام. فهو عاوز العدد، هل مقاومتين، هل 3 مقاومات، هل 4 مقاومات، هل 6 مقاومات. انتوا شايفين ان هي طلعت 3 مقاومات. عاوز بقى كيف وصلت، هل وصلت توالي ولا توازي. طب تعال نروح ايه؟ نشوف الدنيا عندنا والحل بيقول ايه والكلام ده، وتعال نفكر ازاي. وهنا عاوز التيار اللي بيمر في الدايرة ديت كام؟ 1.5 امبير، هو اللي قايل لي، انا مجبتهاش من دماغي. طيب انا جبت راجل من الشارع ده، اقول له بص انا هبدأ افكر في المسألة ديت ازاي. انا هفكر ان انا راح احسب ايه؟ ار داش. بفكر اجيب مين؟ ار داش. تمام. طريقة التفكير راح احسب ايه؟ ار داش. اسمها المقاومة ايه؟ كلية الدائرة مين؟ خارجية. تمام. ان الداخلية اسمها ار سمول. من ار داش بقى ومنها اقدر ايه؟ احدد القيمة. القيمة اللي ناقصة هنا بكام؟ اللي هي في الرسمة عندي كده هنا الحتة دي. تمام. مديني برضو دي معلومة كده ان دي 5 اوم. تمام. وهنا الفي باتري تمام تساوي 12 فولت. تمام كده. وعندي هنا ار سمول بتساوي 1 اوم. تمام. دي المقاومة الداخلية. في ازاي دلوقتي ايه؟ اروح اوصل مقاومات ال6 اوم، وقال لي في المثال هنا 6 اوم، مش جايبها من عند حد تاني، ادي 6 اوم. تمام. وتبدأ تديني القيمة اللي عندي او القيمة دي. طيب تعالوا نروح على الزوم كده ونبدأ نقول له القانون بتاع الدائرة المغلقة. ليه؟ انه بيديني في باتري وار سمول وار ايه وار كابيتال. فاهمني؟ مديني كل دوت، ومديني اي، ومديني في باتري. فانا عندي في الدائرة المغلقة ان الاي القانون بتاعها بيساوي تمام اهوت الفي باتري بتاع البطارية تمام على ار كابيتال تمام داش. تمام كده هي خارجية على ار سمول الداخلية. فانا عاوز اجيب دي، هجيبها عن طريق حاجتين كرياضة، يعني ناس كانت بتحل. الطريقة الأولى إن أنا مديني تمام إن الأي بكام؟ ب1.5. لا تعالى ننزل تحت شوية. 1.5. تمام. بتساوي الفي باتري
مديهاني بكام؟ مديهاني ب12. تمام. على ار سمول انا كده كده معرفهاش، زائد ار داش كده كده معرفهاش، زائد ار سمول بواحد. تمام كده. تمام. اعمل ده كده في قوس وده كده في قوس، وهنا واحد. اعمل حاصل ضرب وسطين في طرفين، واحد في 12 تديني كام يا معلم؟ تديني 12. تمام. ربنا كده بما ان اذا تمام. واخد بقى 1.5 اضربها مرة في ار داش. تمام. زائد 1.5 اضربها في الواحد يديني 1.5. 1.5 موجب تطلع بره بعكس الايه؟ عكس الاشارة هنا موجب تطلع بره بالسالب. فاذا تمام 12 زي ما هي ناقص 1.5 بيديني كام؟ بيساوي 1.5 ار داش بقسمة الطرفين على 1.5 كده 1.5، والفيلم الهندي ده كله على 1.5. 1.5 على 1.5 يديني 1 صحيح. تمام كده. تمام. 12 تمام ناقص 5 1 هي ديت تديني 10.5 على 1.5. فإذا إن ار داش الفيلم الهندي الجميل ده يطلع معايا بكام؟ ب7. 7 اوم. دي طريقة حل. الطريقة التانية اللي انا ابدل ده مكان ده، يعني اذا برضو ان اي عندي بكام؟ ب1.5. تمام. بتساوي في باتري بكام؟ ب12. تمام. على ار داش زائد كام؟ زائد 1. حطها برضو في قوس كده. وهنا كده كده هنبدل ده المكان ده. تمام كده. تمام. يعني عاوز تقولي ان اذا ان ار داش زائد 1 في قوس بيساوي 12 على 1.5 بالظبط. طيب 1.5 12 على 1.5 تديني 8. والفيلم ده الجميل كده تنزل ار داش من غير قوس بقى عادي، زائد ايه؟ زائد 1. فواحد هنا بالموجب بيطلع بره بالسالب الايه؟ يبقى ار داش تمام بتساوي 8 ناقص كام؟ ناقص 1 تديني كام؟ تديني 7 اوم اللي عندي. تمام. ده حل من ضمن ايه؟ ده حل وده حل موجودين عندي. فدي طلعت 7 ودي طلعت 7. فاهمني؟ فكده اجابتين ايه؟ صح عندي. طيب ار داش دي اسمها ايه؟ مقاومة خارجية او مقاومة المكافأة الدائرة الخارجية. هي برضه انا كاتبها فاهمني هنا اهي، اسمها مقاومة الخارجية ومقاومة المكافأة ايه؟ الدائرة الخارجية. تمام. تمام. فكده حلين. في الحل التالت اللي هو عندي هنا هقول لكم عليه دلوقتي. انا دلوقتي في المثال اللي عندي تمام ان انا الخارجية عندي ب7، ففي منهم 5 هنا. تمام. فالخارجية اتبقى من ال7 كام؟ اتبقى 2. وادي قومتي مقاومة كده اسمها 2 اوم. ان الخارجية بكام؟ الخارجية ب7. 5 2. تمام. يبقى كده كام؟ 7 في 1 هنا يبقى كام؟ يبقى 8. ممكن كنت اجيبها بطريقة تانية فاهمني؟ طريقة تالتة كمان. يعني حلينا كده بطريقتين، ممكن اجيبها بطريقة تالتة.
فاللي فاضلة هنا لازم تكون كام؟ لازم تكون 2 مكملة للكام؟ للخمسة اللي هما 7 اللي هما ايه عندي هنا. اوكي كده يا جماعة. على فكرة في ناس ممكن تحسبها ازاي، طبعا لسه كده مخلصناش الإجابة النهائية وموصلناش اللي هو عاوزه. تمام كده، دي بس كده ايه بداية. الطريقة التالتة اللي عندي ان انا ممكن واحد يجيبها من ايه، من طريقة النظر، في ثانية لثانية بيطلعها بدون حتى الخطوات دي. طب ازاي يا مستر؟ قول لي يا بوس ايدك. دلوقتي مش انت عاوز التيار الكلي بواحد ونص، او انت مديني ان التيار الكلي معطى ب1.5 امبير. وانا دلوقتي مديني في بي هنا او في باتري بكام؟ ب12. تمام. فعلى طول بقى هكتب له ايه الحل اللي انا كنت كاتبه هنا كده. تمام. ان الار الكلية اكس كده، او كلية او توتال تي كلي. تمام. اي ايه التوتال او اي الكلية بتاعت المقاومة. تمام. بيساوي في باتري على الاي، يعني 12 على 1.5 تديني كام؟ تديني 8. تعالى برضو ايه افهمهاكم، انا عارف ان كنتوا بتفهموا من خلال الزوم يعني. فكده عندي ايه، دي الطريقة الاولى. الطريقة تمام الاولى. الطريقة الثانية. تمام. عندي بقى الطريقة التالتة، ان انا عندي الار توتال. تمام. مقاومة كلية. تمام. بتساوي الفي باتري هو مديهولنا، والفي باتري كان بكام على الاي مديهولنا لنا معطى. طيب مديني المعطى ان في باتري بكام؟ ب12، ومديني برضو المعطى ان التيار ماشي عندي بكام؟ ب1.5. تديني كام؟ تديني 8. ايه ده يا مستر؟ ده اختلفت، دي 7 ودي 7 ودي 8، بالطريقة دي غلط. لا يا باشا، دي طريقة صحيحة. تمام. بس دي الكلي، يعني بتشمل ايه؟ يعني بتشمل ار داش اللي هي ب7. تمام كده. وار سمول اللي هي بكام؟ ب1. تمام. فهتطلع برضه ب7. بدي كده اسميها كام؟ الطريقة تمام الثالثة. وقف الفيديو واكتب ده كله عشان انا همسح منه ايه، جزء. فاهمني كده؟ انا ايه، اللهم بلغت اللهم اشهد. انا دلوقتي هبدأ امسح، ومن ال7 دي هتطرح منها 5، فيديني كام؟ الاتنين اللي حاططها في المكان الفاضي اللي انا ايه سايبهولي في مكان فاضي. هو مديني في الرسم فاضي، اكتب له انا مكان هكتب له فيه مقاومة. شفت ازاي؟ يلا انا هبدأ امسح كده. هوب 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 هوب. طب خلينا احنا شغالين بطريقة واحدة بس. تمام كده. تمام. سؤالنا بيقول له ايه، مجموعة من المقاومات الكهربية قيمة كل منها 6 اوم. طب انا عاوز احصل على ايه؟ طيب تعالى بس كده اقول لك على حاجة. انا بدأت اوصل ادي المقاومة ال6 كده، ابدأ ايه اوصلها كده توازي مع 6. تمام. بالظبط كده. دي 6 اوم ودي 6 اوم. تمام. 6 و6 يبدأ يدولنا 3 عشان متشابهين، باخد النص بتاعهم. طيب اجي اعملها بقى ايه مع توازي واحدة كمان. فاهمني كده؟ ندخل دي كده ايه السلك من بره، ابدأ اعملها توازي مع واحدة كمان اللي هي ال6. 6 اوم. فكده ايه الطريقة تبقى ايه، الطريقة تبقى احدهم تمام على مين؟ على عددهم. اوكي انا كده براجع يا جماعة. ده مين؟ ده القانون. القانون بيقول ان احدهم على عددهم. يعني ايه احدهم على عددهم؟ اكنك مش ايه ما خدتش منهج قبل كده. احدهم يعني واحدة منهم كانت ب6 على عددهم 1 2 3 3. 6 على 3 تديني كام؟
يديني 2 اوم. تمام، فدي كده ايه الار داش. تمام، بتساوي كام؟ بتساوي 2 اوم. هي اوم متدلعة شوية. طيب الاتنين دي ما بتفكركش بحاجة، بتفكرك ان في 2 هنا. تمام كده، يبقى انا كده محتاج ايه؟ محتاج 3 مقاومات متصلين على مين؟ على التوازي، عشان يبدأ يتطبق الاتنين هنا والاتنين اللي هنا. تمام كده يا باشا، قشطة، فهمتوا؟ اروح بقى ايه ادور في الاختيارات اللي عندنا. تمام، هلاقيها رقم كام؟ اهي 3 مقاومات متصلة على التوازي، دي موجودة عندي. دي بقى تبدأ تحقق لنا الشرط، او تحقق لنا ايه؟ الغاية اللي عندنا، الغرض المطلوب يعني. كده خلاص المسألة معانا. ابدأ اما احطها كده ايه، يمر ايه تيار ايه 1.5 او 1.5 امبير، زي ما هو عاوز وزي ما هو طالب مني. بس خلصت المسألة. الحمد لله الذي هدينا لهذا، ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله.